سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة فنبغي نعرفكم أنها قناة مختصة بقضايا الجرائم الواقعية. إلا كان كيعجبكم هذا المحتوى ما تنساوش تشتركوا باش يوصلكم كل جديد. ما نزيدش نطول عليكم أكثر، خلونا نبداو القضية ديال اليوم. كريستين تزادت نهار 15 يناير 1985 في مدينة بلغراد في صربيا. كريستين عندها جنسية سويسرية وعاشت حياتها كاملة في سويسرا. كانت بنت اللي زوينة بزاف وعندها فورمة واعرة، كانت طويلة فيها 175 وعندها كاريزما وعاطية العين. طبيعة الحال هاد الشي كامل كانوا كيلاحظوه الناس اللي دايرين بها وكانوا ديما كيشجعوها باش تدخل لعالم عارضات الازياء. وفعلا داكشي اللي غادي يكون. سنة 2001 غادي تبدا بجلسات تصوير صغيرة وبقات غادية درجة حتى وصلت لداكشي اللي كانت كتحلم به ولا كتر كاع. في سنة 2003 غادي تبدا تشارك في مسابقات ملكات الجمال وغادي توصل للنهائي شحال من مرة، ولكن في سنة 2007 غادي تقدر تفوز باللقب وغادي تكون ملكة جمال سويسرا. غادي تولي المثل الأعلى لبزاف ديال البنات، وهنا غادي تستغل الفرصة وغتفتح واحد الوكالة غادي تولي تعاون البنات اللي كيبغيو يوليو عارضات ازياء او لا كيبغيو يشاركوا في مسابقات ملكة الجمال. غتبقى تعلمهم كيفاش يتمشاو، كيفاش يوقفوا، كيفاش يهضروا. وواحده منهم سميتها دومينيك كانت بدات معها من الاول وعلماتها كل شيء، كيفاش توقف وكيفاش تمشى وكيفاش تجاوب على الأسئلة. وفعلا دومينيك غادي تفوز بلقب ملكة جمال سويسرا سنة 2013. وكانت كتعلم حتى العيالات اللي كيبغيو يتعلموا الاتيكيت، كيفاش يهضروا ويوقفوا ويتمشوا ويتصرفوا. يعني كانت ناجحة في حياتها 100%، والثروة ديالها كانت واصلة $1,000,000. في سنة 2016 غادي تتعرف كريستين على فتى الأحلام ديالها. كان رجل أعمال سويسري كبر منها ب3 سنين، كان حتى هو واصل وداير بلاصتو ومن طبيعة الحال لباس عليه. كان كيبغيها بزاف وكيدعمها في أي حاجة كديرها، وما غاديش يدوز وقت طويل حتى غادي يتزوجوا سنة 2017. وفي سنة 2020 غادي يولدوا بنتهم الأولى، وفي سنة 2021 غادي يولدوا بنتهم الثانية. كريستين كانت كتشارك حياتها في مواقع التواصل الاجتماعي وكانت عايشة واحد الحياة تمناها أي بنت، ناجحة في حياتها وفي خدمتها ومزوجة براجل كامل مقبول لبس عليه، ناجح في خدمته وكيبغيها وكيدعمها في أي حاجة كديرها. عندها وليدات كيحمقوا وما كاين عندها حتى شي مشكل في حياتها. نهار 13 فبراير 2024 الاب ديال كريستين غادي يجي اتصال من الحضانه اللي كانوا فيها الحفيدات ديالو اللي هما البنات ديال كريستين. غادي يقولوا لي اجي ديهم حيت الام ديالهم ما جاتش وتعطلات عليهم بزاف. فعلا غادي يمشي ديك الساعه وغادي يجيبهم وغادي يديهم للدار ديال كريستين وراجلها، ولكن ما غاديش يلقاها في الدار، غادي يلقى غير راجلها توماس. فاش سولوا على كريستين قال لي هذه ماشي اول مره غادي ديرها، ديما كتعطل وديما كتخرج بالاخباري وبعد المرات كتبقى ما كترجع حتى للصباح. الاب ديال كريستين ما غاديش يتيق هاد الهضره حيت عارف بنته مزيان، عارفها بانها مسؤوله ومستحيل تكون كدير بحال هكا، وبالخصوص انها تخلي البنات في الحضانه وما ترجعش ليهم. داكشي علاش غادي يبدا يقلب في الدار كامله، وفاش غادي يوصل للبيت ديال الصابون غادي تبان ليه واحد الميكا كحله فيها شويه ديال الشعر خارج منها. فاش غادي يقلبها غادي يلقى الراس ديال كريستين مقطوع وسط من هذيك الميكا. خرج وهو مخلوع في حاله هستيريه، بدا كيغوت وكيقول للناس باش يعيطوا للبوليس. غادي يوصلوا للبوليس وغادي يلقاو الجثه كلها مفرقه. المهم من بعد ما غادي يديوها للتشريح غادي يعرفوا انها تعرضت للخنق وهو اللي كان السبب في الوفاه ديالها، ومن بعد عاد تقطعت.
وفاش غادي يبداو التحقيق مع راجلها غادي يقول لهم باللي ما كانش ناوي يقتلها، كان باغي غير يدافع على راسو حيت هزت عليه الموس وخاف منها، داكشي علاش خنقها. وفاش ماتت تخلع وما عرف ما يدير بالجثه وقطعها باش تجي ساهله يتخلص منها. ولكن البوليس غادي يعرفوا من التشريح الطبي انها تعرضت للعنف قبل ما تموت، كانت كلها مضروبه في وجهها وفي يديها وفي رجليها، ولقاو واحد ضربه في راسها كبيره. ولكن من بعد غادي يعرفوا ان هذيك ماشي ضربه، كانت جرها من شعرها حتى حيد ليها الشعر بالجلده ديالو. وعرفوا انه استخدم المنشار ديال الضوء والموس والمقص ديال الجرادي باش قطع الجثه. ومن بعد ما قطعها جاب مولينيكس حط فيه اللحم ديالها وبدا كيطحنو، ومن بعد كب عليه الماء القاطع باش يذوب. وقبل كاع ما يقطعها هرس ليها كاع المفاصل ديالها، عاد بدا كيقطعها. فاش البوليس سولوا صحابها عليها غادي يعرفوا ان حياتهم اللي كانت كتبان في مواقع التواصل الاجتماعي كانت كلها كذبه، حيت كانوا كيبانوا فرحانين ومرتاحين في حياتهم وبيناتهم حب كبير بزاف. ولكن بالعكس، كريستين كانت كتعرض للعنف من راجلها ديما، وهذا الشيء حتى قبل ما يتزوج بها. قالوا لهم انه في واحد النهار قالت لهم كريستين باللي توماس داز ليها لرجليها بالطوموبيل، وفي واحد النهار شي واحد من المعارف ديالهم غادي يشوف توماس وهو كيخنق كريستين. وقبل شهر من الجريمه كريستين اتصلت بالبوليس وقالت لهم انها تعرضت للعنف. وفي شهر مارس سنه 2024 غادي يدير اعاده تمثيل الجريمه وغادي يعترف بحال اللي قلت لكم كل شيء. ولكن في المحكمة غادي يقول لهم أنه كان غير كيدافع على راسو وما كانش ناوي يقتلها. بالحق المدعي العام غادي يقول أن الطريقة باش قتلها كتبين أنه كان حاقد عليها وأنه ما كان لا خايف ولا متوتر، وقبل ما يرتكب الجريمة كان كيشوف فيديوهات تشريح الجثث، وبأنه إنسان عنيف وغير سوي وعنده طاقة إجرامية كبيرة. وقالوا أن السبب اللي وصلهم للمشاكل اللي هما فيهم هي واحد الشراكة كان دارها توماس سنة 2022 وخسر فيها فلوس بزاف، وهذا الشيء خلاه يولي عصبي كتر من اللي كان في الأول. ولكن واخا هكا كريستين كانت كتبغيه وبقات صابرة معاه على الله يتبدل. ولكن ملي ولات الامور كتخرج على السيطره قالت صحابها انها صافي ما بقاتش قادره تصبر وغادي تفارق معاه، ولكن كانت خايفه من رده الفعل ديالو. وقبل شهر من الجريمه غادي تقولها ليه وغادي يبدا يواعدها انه غادي يتغير وغادي يرجع كل شيء مزيان. ولكن كريستين بقات مصره انها تفارق معاه. وهنا توماس غادي تبدا تكحل الدنيا في عينيه، خسر المشروع ديالو وخسر فلوسه ومراته وبناته، وممكن يخسر حتى نصف الممتلكات ديالو الى طلق هو وكريستين. قصة كريستين ماشي غير جريمة عادية، بل هي تذكير بأن أخطر الأشياء ممكن تكون قريبة منا. كيفاش ممكن علاقة بدت بالحب تنتهي بهذا الشكل المأساوي؟ وواش كان ممكن كريستين تفادى هذه النهاية؟ أسئلة كثيرة بقى بدون جواب، ولكن اللي مؤكد أن هذه القضية غادي تبقى من أكثر القضايا اللي صدمت الرأي العام. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموا القناة بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من قصص جرائم من الواقع. نتلقى في قصة جديدة أكثر غموض.